المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية. السلام عليكم ورحمة الله. أكيد شفتم المقطع حق الشيخ علي الضبيبي في جدة عندما خرج موكب حوالي 5 سيارات أو 6 سيارات، وتم القبض عليهم من قبل الأمن السعودي. طبعا يحسب ان الدنيا فوضى زي اليمن وما فيش نظام كذا عشوائي، ومن يعني من قدو الشيخ خلاص فعلوا بعده 20 سيارة 50 سيارة. لا، هنا يا حبيبي نظام وقانون. هنا امشي محترم تحترم، تمشي كذا كذا يربوه طبعا. وما اجمل شيء، شوف ما اجمل النظام وما اجمل الاحترام. يعني اسالكم بالله الضجة هذه والشوخرة ليش يعني يا اخي؟ امشي زيك زي غيرك، يعني مش شرط معلق موكب يعني، وانت تعرف ان هنا نظام وقانون. المهم احنا مش متشفين بالشيخ علي الضبيبي، وانما نحن نقول يعني نوجه رسالة من هذا المقطع ومن هذا الفيديو لاي مسؤول او اي شخصية كبيرة من اليمن، يعني يحترم النظام ويمشي على تحت النظام. يعني مش من جاء خلاص قادوا الشيخ فعل له 10 سيارة 15 سيارة. لا، هذاك يا حبيبي في اليمن، هذاك عندنا اللي تعصله يعني شيخ حرام ما حد داريبه معه 50 سيارة بعده ولا 20 سيارة. هنا يختلف تماما يا حبيبي. هنا في السعودية يا حبيبي يعني تفعل لك زحمة يودوك في 60 داهية. المهم هذا هو السبب الوحيد الذي يحتجزه فيه الشيخ علي الضبيبي، بسبب الموكب الذي سوى في جدة، وهذا يخالف النظام والقانون. وهذا الموكب يعني سبب عرقلة السير وتم احتجازه، وهذا هو السبب الوحيد. وتحياتي لكم. تحديد هوية آخرين لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.